الغدا بتاعنا النهارده فكرته سهلة وسريعة ولذيذة، وإن شاء الله يعجبك لإنه خفيف، وكمان فكرة حلوة جدًا لللانش بوكس بتاع الولاد في المدرسة. كل اللي هتعمليه هتجيبي عيش تورتيه وتقطعيه بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، وبعدين تحطيه في الصينية. usually أنا باعملها بعيش التورتيه، بس النهارده عشان كان عندي كمان كرواسون ني، فقُلت هاعملها mix بين الاتنين. هتحطيه بالشكل ده وتوزعيه كويس، وبعد كده بقى حطي الtoppings اللي أنتِ عايزاها. هاحط بصل، هاحط فلفل ممكن تحطي بقى فلفل بألوانه، هاحط أي بواقي بروتين عندِك سواء فراخ، سواء لحمة، أنا هنا حطيت لانشون. وهاحط بقى اللي هياخد الوصفة دي في حتة تانية خالص، ريحان وشوية كزبرة خضرا. بعد كده نحط ملح وفلفل أسود، عايزة تحطي بهارات حطي، بس أنا باسيبها كده طعمها أحلى. كمان هنجيب بيضتين وهنحط عليهم شوية ملح وفلفل أسود ونضربهم كويس، ونزود عليهم كوباية لبن، ودي اللي هنسقي بيها الحشوة بتاعتنا، اللي هتخلي العيش التورتيه يطرى ويبقى شوية بين البيتزا وبين العيش. هنرش الجبنة الأول، هنرش طبقة جبنة موتزاريلا الأول، وبعد كده هنسقيها وندخلها في الفرن. احتمال تحتاجي ترشي رشة طبقة موتزاريلا تاني على الوش بعد ما تخلص، وفي الغالب لأ. وبس كده، على درجة حرارة متوسطة لمدة من 30 ل40 دقيقة، بس كده كده اتأكدي افتحي عليها بعد 20 دقيقة. هتعرفي ازاي ان هي استوت؟ أول ما تلاقيها شربت اللبن خالص. وبس كده يا حلوين، بألف هنا وشفا، يا رب يكون الوصفة عجبتكم.